ازاي ان انا اقدر اسحب الفلوس بتاعتي اللي موجودة في البنك لو انا عايز اسحب 20 جنيه 30 جنيه مبالغ الفكة الصغيرة اللي بتبقى موجودة في المكنة اللي محدش بيعرف يطلعها. ازاي ان انا اقدر اسحبها؟ دي اول حاجة هنتكلم فيها. وازاي ان انا اسحب الفلوس بتاعتي من غير ما اروح البنك. يعني انا ممكن اروح مكان تاني واخد الفلوس اللي انا عايزها من غير ما اروح البنك، ومن غير ما اروح اقف قدام المكنه بتاعت البنك والزحمه والحر والناس اللي بيبصوا في البيانات بتاعت بعض، وان ممكن واحد يقف ورايا يسرقني والكلام ده كله. في طريقه ان انا اخلص من كل الموضوع ده. في طريقه ان انت تخلص من كل هذا الموضوع. طب لو انا عايز اخد المعاش بتاعي ينفع؟ تاخد المعاش. طب المرتب، انا موظف حكومي وليا مرتب وبروح اقف في طابور كبير قوي، ينفع ان انا ما اروحش الطابور ده عشان اخد مرتبي؟ ينفع ان انت ما تروحش الطابور، تاخد معاشك، تاخد مرتبك. عندك حساب جاري عايز تروح تاخد الفلوس بتاعتك من الحساب الجاري، عندك شهادات شايلها وبيطلع لك فايدة شهرية، عايز تروح تصرف الفايدة الشهرية بتاعتك من غير ما تقف في الزحمة ومن غير المشاكل دي كلها. هنقول لكم ازاي الطريقة اللي احنا نعملها، وايه كمان هي الطريقة اللي هنسحب بيها الفلوس الفكة. مش هبقي في حسابي جنيه، لو جنيه مش هسيبه. بدل الناس اللي بتسيب 40 جنيه و30 جنيه و20 جنيه، لا، انا هسحب الجنيه اللي باقي، هاخد الجنيه اللي باقي كمان. يبقى كده احنا بنقول طريقة في ناس كتير جدا ما تعرفهاش. والفرق بينكم وبين الناس التانية ان انتوا بتتابعوا قناة كلام له معنى وصفحة كلام له معنى اللي بتقول لكم كل حاجة عن التوعية البنكية، وبنقول اخبار محدش يعرفها وطرق. في ناس كتيرة جدا ما بتبقاش عارفة ازاي تتعامل مع الكروت والبنوك، فاحنا بنعمل التوعية وبنقول لكم كل الطرق ده. فبالتالي يبقى انت في فرق بينك وبين الانسان اللي هو مش عايز يثقف نفسه. تعالوا بقى نشوف الطريقة. اول طريقة، في طريقتين. اول طريقة ان انا ممكن اروح لاي محطة بنزين بقى في حاجة اسمها كاش اوت. يعني انا دلوقتي ممكن اروح لمحطة البنزين وانا معايا الكارت والبطاقة بتاعتي وادخل على الموظف اللي هناك، السلام عليكم، لو سمحت انا عايز اسحب 535 جنيه 535 جنيه والكارت بتاعي اهو، البطاقة بتاعتي اهي. الموظف هيقول لك اتفضل. في معاه مكنة صغيرة كده زي اللي انت لما بتروح السوبر ماركت بتشتري، بيروح مطلع لك مكنة سودا كده صغيرة تدخل فيها الكارت وتكتب مبلغ اللي هو انت اشتريت بيه، زي ما بنروح في اي سوبر ماركت. مكنة كده صغيرة، المكنة دي اسمها BOS. تمام، هياخد منك الكارت، يبص على البطاقة، تمام، يروح مدخل المبلغ. طيب حضرتك بقى كإنسان واعي مفروض تعمل ايه لما هو يدخل المبلغ؟ حضرتك قبل ما تدخل الرقم السري بتاعك لازم تبص الأول على المبلغ اللي هو كاتبه عشان ما يكتب لكش مبلغ غلط. وبعد كده حضرتك تروح تلاقي انت اتسرقت ازاي؟ ده انا رحت اسحب 1000، لا ده ممكن هو يكتب لك 2000 ويدي لك 1000 لو لقاك مش فاهم ولو لقاك مش واخد بالك ولو انت مش عايز تاخد بالك من فلوسك، هيضحك عليك. تمام، يبقى احنا نعمل ايه؟ اول حاجة هقول له المبلغ 535، هو كتب 535 على المكنة. بعد كده بيديني المكنة ويقول لي دخل الرقم السري بتاعي، المكنة الصغيرة. قبل ما ادخل الرقم السري ببص كده في ايه؟ في المبلغ اللي هو كاتبه 535. تمام، اروح مدخل الرقم السري. لو لقيت المبلغ غلط اوعى تدخل الرقم السري الا لما تكون المبلغ سليم. ولو في غلط قول له لا انا قايل لك كذا وانت كاتب كذا، معلش انت ما خدتش بالك، اكتبه تاني، صلحه. تمام، يبقى احنا كده ايه؟ بنوضح هذا الكلام. تمام، سحبنا الفلوس، هيروح مديني كام الفلوس؟ 535 بالمليم. مش هينقص حاجة؟ لا مش هينقص حاجة. مش هياخد عمولة؟ لا مش هياخد عمولة. يعني الخدمة دي مفيش عليها اي مصاريف؟ لا مفيش عليها اي مصاريف. حضرتك المبلغ اللي هيتكتب هتستلم في ايدك المبلغ بالظبط. تمام، طيب يبقى كده انت لو في ايه زحمة ولا في طوابير ولا في اي حاجة. طب البنزينة دي شغالة ايه امتى؟
مواعيدها ايه؟ شغاله 24 ساعه. محطه البنزين شغاله 24 ساعه، يعني حضرتك ممكن في اي وقت الصبح او بالليل تروح تسحب فلوسك وانت مستريح قوي. لو انت داخل تحط بنزين بالعربيه تقدر تسحب الفلوس. طب انا معيش عربيه، عادي ممكن تدخل على رجليك محطه البنزين وتطلب الخدمه. طب دي اول طريقه. الطريقه الثانيه نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس مش من محطه بنزين، من الماكينه بتاعه فوري. كلنا عارفين الماكينه بتاعه فوري دي، ممكن تلاقيها عند السوبر ماركت اللي تحت البيت عندي، عنده ماكينه فوري. محل اللي بيبيع الحلويات اللي جنب البيت، هتلاقي جنب البيت عندك 20 30 40 محل كلهم بيتعاملوا مع فوري، كلهم بيتعاملوا مع فوري. حضرتك هتروح لأي محل منهم وهتقول له نفس الكلام اللي احنا شرحناه في محطة البنزين، هو اللي هتعمله جوه المحل بالتفاصيل عشان ما نعدهاش تاني ونكرر الكلام. برضو مفيش عليها عمولة، ولو طلب منك عمولة حضرتك قول له انا اسف شكرا انا مش عايز. قبل ما تسحب حضرتك هتاخد مني مصاريف ولا لا؟ لو قال لك لا انا هاخد منك مصاريف قول له شكرا مش عايز، خلاص تمام. عشان في ناس ممكن ان هي بتزود حاجة لنفسها، يروح واخد منك فلوس زيادة لنفسه، فلا، المبلغ اللي موجود في الوصل هو اللي انا هدفعه، مش هدفع مليم زيادة. حضرتك بقى عايز تاخد فلوس زيادة، لا انا خلاص مش عايز اتعامل معاك شكرا. تمام، يبقى احنا كده قلنا طريقتين عشان اقدر اسحب بيهم، والطريقتين زي بعض لكن الاماكن مختلفة. وبكده يبقى احنا خدنا الفلوس الفكة بتاعتنا كلها، وصرفنا المعاش وصرفنا مرتبنا وكل حاجة من غير زحمة البنك ومن غير الطوابير اللي الناس بتروح تقف فيها. احنا ريحناكم من كل ده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتم من الحلقة دي. واخر حاجة اقول لكم، قناة كلام له معنى على اليوتيوب، صفحة كلام له معنى على الفيس. يا ريت ان انت تشترك وتعمل لنا دعم، شير ولايك وكومنت. اشوفكم يا رب بكل خير وحلقة جديدة من كلام له معنى وجمال هاشم. السلام عليكم.